ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنختم كلامنا عن احترام الطفل بالكلام عن نتائج احترام الطفل، وانا حابة النهاردة نتكلم عن الموضوع ده بقصص واقعية سواء زمان او دلوقتي بتعرفنا ان احترامنا لأطفالنا حقيقي ممكن يغير مستقبلهم بالكامل. اول موقف معانا هو موقف من السنة النبوية ما بين الرسول عليه الصلاة والسلام والطفل عبد الله بن عباس. كان في مرة الرسول بيشرب لبن، وكان عن يمينه الطفل عبد الله بن عباس وعن شماله كبار الصحابة. فالمفروض ان هو يدي اللي عن يمينه، بس برضو اللي عن شماله كبار الصحابة. فحب ان هو يستأذن الطفل عبد الله بن عباس وقال له: تأذن لي ان انا ادي الكبار الاول؟ فالطفل عبد الله بن عباس قال له لا، وفعلا الرسول اداله الكوباية وشرب وابتدى يدي اللي جنبه. الموقف ده فيه حاجتين مهمين جدا. اول حاجة ان الرسول احترمه وما تجاهلش وجوده، وتعامل معاه ان هو شخص كبير موجود مهم جدا ورأيه يحترم. وتاني موقف لما الطفل رفض الطفل كان دليل ان هو مش اول مرة حد يتعامل معاه بالشكل كده، هو واضح ان هو متعود على الاحترام. احنا كمربيين عارفين ان الطفل اللي مش متعود على الاحترام لو اتحط في موقف زي ده ممكن يتكسف يرد، ممكن يبص لمامته عشان تجاوب بدل منه، ممكن يسكت خالص وما يردش، لان مش هو ده العادي في التعامل معاه. هو متعود انه مهمش وحد كبير هو اللي بياخد القرار بديل عنه. لكن هنا الطفل رفض وخد فعلا حقه. وطبعا انتم متخيلين حاجة زي كده ممكن تفهموا منها الطفل ده لما كبر بقى عبد الله بن عباس اللي هو كان حبر الأمة. تخيلوا بقى نظرة الطفل ده لنفسه عاملة ازاي، وقد ايه هو شايف نفسه متشاف ومهم وله دور وما ينفعش ان هو يتم تجاهله بأي شكل. وتخيلوه برضو في مواقف تانية، وحد مثلا بياخد حاجته منه وحد بيظلمه، اكيد هو مش هيسكت. ليه؟ لانه هو شايف نفسه انه هو ليه قيمة ووجود ويقدر يعترض وهيتسمع وهيتشاف وهيتصدق. حقيقي انا بحب الموقف ده جدا، لانه بيوضح لنا كويس قوي قد ايه الرسول كان بيحترم الاطفال. وده هيعرفنا هم ليه بعد كده بقوا قادة وبقوا قادرين ان هم يغيروا العالم كله. في موقف تاني برضو حابة اذكره بيأكد ان احترام طفلك ممكن يغير مستقبله كله. قصة توماس اديسون مخترع المصباح الكهربائي، لما المدرسة طردته من المدرسة علشان عنده صعوبات تعلم، لكن مامته ما تعاملتش معاه بنفس الطريقة. هي احترمته جدا واحترمت امكانياته وامنت بيه، وكل دي حاجات ليها علاقة بالاحترام. لو انا مش بحترم طفلي عمري ما هؤمن بامكانياته او هو يقدر يعمل ايه. وكانت النتيجة انه اصبح من اعظم المخترعين في التاريخ. اخر حاجة هختم بيها هي مواقف كتيرة قوي حصلت معايا في الحضانة. اخرهم كان طفل عنده نوبات غضب شديدة جدا، بيعترض بشكل صعب جدا، صريخ ومرمغة على الارض وعياط وعدم تفاهم بشكل كلي. لكن مع احترامنا للي احنا بنقوله من تفهم لمشاعر الطفل، من صوت واطي في التعامل، من هدوء، من تعاطف معاه، من نظرة ليه ان هو مش طفل وحش، ان انت برضو بتعمل كده بس انا بحبك وانت محتاج ان احنا نتكلم، فانت محتاج تكون هادي علشان نعرف نعمل ده، ولما تكون جاهز تعالى وانا هسمعك. كل الكلام ده لما اتطبق مع الطفل باستمرار بشكل يومي، مش هقول لكم ان النتيجة كانت في يوم ولا 2، لا النتيجة خدت تقريبا شهرين مع الاستمرار التام في نفس المعاملة بنفس الطريقة، مش بتتغير من كل الناس الموجودة. احنا قابلينك بشكل كامل بس رافضين التصرف اللي انت بتعمله. ودي اكتر طريقة بتأكد انك بتحترم الطفل ده لما بتحترم مشاعره، لانه هو مش لازم يبقى بيرفكت علشان احترمه، لكن هو ممكن يغلط عادي، بس انا ما زلت بحترمك وليك حقوق انا لازم اديها لك. ده حقك، انت انسان محترم وانا حقك عليا ان انا احترمك واقبلك مهما حصل. وحتى لو انت بتتصرف تصرفات مش مقبولة فهنتكلم سوا وهنحاول نحلها لغاية ما نوصل لحل. الطفل صاحب المشكلة دي اتخرج من عندي السنة دي، وكان طفل مختلف تماما عن مجالنا، وحقيقي احنا كنا فخورين بيه جدا لان هو بذل مجهود علشان يوصل للمرحلة دي، وعلشان يشوف نفسه ان هو فعلا يستحق الاحترام، ويبتدي يتعامل على انه شخص محترم. لو اتكلم هيتسمع، مش محتاج ان هو يصوت ولا يصرخ. واحنا ممكن نتفاهم حتى لو احنا رافضين اللي هو بيقوله، بس هنفهمه احنا رافضين ليه، فبالتالي هو هيفهم انه عادي، في حاجات بتتقبل وفي حاجات بتترفض، بس انا في النهاية هبقى عارف هي بتترفض ليه، فبالتالي انا عارف ان هو مش تعسف معايا ولا حاجة. هو خرج من عندنا واحنا مطمنين عليه تماما ان هو راح المدرسة وهو
هيعرف يتعامل مع اصحابه، عارف امكانياته كويس قوي، عارف ان هو ما ينفعش حد يجي عليه باي شكل، عارف ان هو ليه حقوق وعليه واجبات. انا متأكدة ان كلنا نتمنى نشوف اطفالنا زي النماذج اللي انا ذكرتها دي، وصدقوني الموضوع مش محتاج اكتر من اننا نصدق ان هي دي المعاملة اللي الطفل يستحقها، وان احنا مش بنتفضل عليه بيها، ولا ان احنا بنعمل حاجة زيادة او ان هو يحمد ربنا ان احنا بنعمل معاه كده. لا، دي المعاملة اللي هو المفروض يتعامل بيها، مش تفضل مننا عليه، علشان احنا كمان عايزينه لما يوصل لمرحلة مراهقته يبقى عارف ان هو لازم يحترمنا، وان في اسلوب بنتكلم معاه مع بعض، لان احنا هيواجهنا صعوبات بعد كده في تربية اطفالنا في مراحل مختلفة. فمحتاجين ان احنا نعدهم من طفولتهم للاحترام، علشان بعد كده تبقى دي العلاقة الطبيعية ما بيننا وما بينهم. هنختلف طبيعي، هنختلف، لكن دايما بنوصل لنقطة تفاهم مع بعض. طبعا ده مش هيحصل الا لما نكون بنحترم الطفل، ونكون احنا كمان بنحترم بعض قدامه. طبيعي يحصل اخطاء، طبيعي ان احنا في اوقات معينة هنلاقي نفسنا بنخرج عن شعورنا، هنلاقي نفسنا بنقصر واحنا بنكون مع اطفالنا معظم الوقت، فطبيعي هيحصل اخطاء، لكن لازم يكون في اساس بنرجع له لما بنغلط. دي حاجة طبيعية جدا. انا عارفة ان في ناس كتير ممكن تقول بس احنا ما تعملناش بالطريقة دي واحنا صغيرين وطلعنا كويسين ومفيش مشاكل. مش هقول لكم ان في مشاكل واحنا مش كويسين ولا حاجة، لكن هقول لكم ان كلنا بنتمنى اطفالنا يكونوا احسن مننا، فلو احنا كويسين خليهم هم يكونوا احسن. اتمنى اكون قدرت اوصل قد ايه الاحترام مهم لاطفالنا، وقد ايه احنا محتاجين ان احنا نصدق ان دي الطريقة اللي هم يستحقوها، وان دي مش تجربة يوم او يومين هنعملها مش هتجيب نتيجة فهنبطل نتعامل بالاسلوب ده. لا، انا بقول لكم عن تجربة ان الموضوع مش بيجيب نتيجة في يوم ولا يومين، بالعكس الطفل اللي مش متعود على الطريقة دي في التعامل بياخد مننا وقت في الاول، لانه هو بيبقى عايز يعرف هل ده هيتم باستمرار ولا دي بس تجربة ماما بتعملها او بابا بيعملها معايا فترة وخلاص. فاحنا محتاجين نأكد له ان هي حاجة مستمرة، لما نصبر في الاول بالذات على ان هو هيحاول يستفزنا باشكال مختلفة علشان يشوف هل ده العادي ولا هم اتغيروا ليه، خصوصا ان الطفل لما بيتعود على طريقة لما بنيجي نغيرها بيكون مستغرب، فبيحتاج يتأكد ان هو ده العادي واللي هيحصل. بعد المرحلة الاولانية دي هتلاقوا ان الطفل بقى اهدى كتير، ابتدى يفهم ان ده العادي بتاعنا وان احنا بنتعامل بالطريقة دي مع بعض، هتبتدوا تلاقوا فيه استجابة. دي كلها حاجات واقعية انا جربتها على مدار 8 سنين. كل المشاكل اللي الطفل ممكن يمر بيها اول حاجة في الحل دايما هو احترام الطفل. اتمنى تكونوا استفدتوا واشوفكم على خير.